يقرأ قصيدة انه سنخوض معاركنا هاي في سبيل اقناع، صوته حلو ايضا. بالضبط، هاي كان قراها مرة. هاي ترسخت ببداية ترسخت بدا الناس. بعدين اكو شيء محاها اللي اخاف من عوفك. الله. طبعا دورنا بارشيف حارث رضوان الله عليه، ابنه مؤمل متعاون بطريقه، وكذلك الشباب الله يحفظه ان شاء الله كلهم يخلفون. عائله واعيه، خلف ما مات. عائله واعيه من ابو علي الاستاذ مناف الى الحجي الى الشباب كلهم الى السبعه اللي ما لحق اعدد اسمائهم، منذر ومظهر ومثنى ولست كبيره من الحج، هواي مخلف السيد رسال. الله يحفظهم. المهم الزينين خلهم يكثرون. فطلعوا الولد، قعدوا طلعوا محادثاتهم، من اللي داز لحارث، من اللي متواصل يا حارث. محادثات حارث كلها قصايد، الفويزات اللي يدزهن صوته حلو، وهو يحب دائما يدندن ويقرأ. فلقينا له تسجيل صوتي اللي هي قصيدة الملا باسم الله يحفظه ويكتب سلامته دائما، اللي هي أخاف من عوفك. زين احنا عندنا لحظة وداع وهو خايف يعوف مناف لأن بعد ما يشوفه، فهي خاف من عوفك بعد ما أشوفك، إذا ما تجينا قدر ظروفك. على حارث. والله قارئ قصيدته لنفسه، مودع نفسه. الله حارث مودع نفسه، ومسوي تصبير المناف، ومسوي النشيد نهاية المسلسل، مشتغل لنا حارث. صدق. فختم نفسه وودعنا بطريقة مثل ما ودعنا حارث بالحلقة الأخيرة. كلنا فخر بشهيد حارث، وكل أبطال